هيثم مصطفى كرار أحمد أسطورة كرة القدم السودانية الخلوق لما لا كان سفيرا للنوايا الطيبة للأمم المتحدة ومن أفضل صانعي الألعاب في الكرة السودانية. تمنيت أن يكون أمامي يداعب كرة القدم لكن لم يحالفني الحظ، لكن كان لي الشرف اليوم أن أقدم لكم حلقة متميزة تماما وبامتياز للأسطورة هيثم مصطفى، ويستحق كل الثناء والتوفيق لأنه نجم كرة القدم السودانية. سوف نتكلم من مسيرته إلى آخر يوم في مسيرته الكروية، كيف خرج من نادي الهلال وكيف ذهب إلى نادي المريخ وما هي الأسباب التي جعلته يخرج من نادي الهلال. كل هذا سوف يكون في روايتنا اليوم لأنه لاعب أسطورة وخلوق ويستحق كل هذا الثناء، ولي الشرف أن يكون هذا اللاعب قدوتي. وقبل أن نبدأ الحلقة ما تنسى لايكك واشتراكك في القناة، ده بساعد الفيديو في الانتشار، ولو عجبك الفيديو يمكن تعمل له شير في مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى لأنه لاعب يستحق أكثر من ذلك. نبدأ الحلقة ببركة الله. هيثم مصطفى كرار أحمد، الاسم الرباعي كاملا، مواليد يوم 19 من شهر يوليو عام 1977، رعرع في نادي الأمير ثم انتقل إلى نادي الهلال سنة 1995. لعب مع الهلال مشوار كبير وأنجز معه إنجازات كبيرة، والإنجازات دي بنجيها بإذن الله تعالى، حنجيها ونفصلها بالكمال والتمام. ثم ذهب إلى نادي المريخ عام 2012 بعد ثورة كبيرة حصلت في نادي الهلال، وبرضه حنناقش أيضا في مشوار هذه الحلقة. ثم لعب مع المريخ موسمين ثم انتقل إلى نادي الأهلي شندي في عام 2014، لعب معه موسم واعتزل كرة القدم نهائيا عام 2015. وسوف نتكلم عن إنجازاته، وإنجازاته لا تحصى ولا تعد، لكن هذا ما أعرفه من إنجازاته في كرة القدم. أحرز مع الهلال 9 دوري ممتاز و5 دوري ممتاز على التوالي ككابتن وقائد للفريق، وهذا إنجاز لم يسبق لأي لاعب كرة قدم سوداني لنادي فعلها. لذلك أثبت لك أن هيثم مصطفى هو أسطورة، هو البرنس، هو سيدا. فاز مع الهلال بكأس السودان 5 مرات، وكانت سلسلة الفوز بالبطولة 5 مرات على التوالي منذ عام 2003 و4 و5 و6 وسنة 2007. وفاز بكأس السودان سنة 1998 2002 و2003 و2006 و2009 بالتحديد، وكان من أساطير نادي الهلال، وهذا يحق له لأنه لاعب كبير ومتميز في صناعة الألعاب. وفاز بأفضل لاعب كرة قدم سوداني عام 2008 وأفضل صانع ألعاب في الدوري السوداني، وفاز بها عدة مرات. وكان أحد هدافي الفريق في المباريات الأفريقية، متساوي مع المحترف النيجيري جيدوين وجاكسا ب6 أهداف. سجل في غزل المحلة وفي الأشانتي كوتوكو وفي سان جورج الأثيوبي وفي رانجرز النيجيري، وسجل أيضا في الترجي والبوليس. وهنالك الكثير والكثير والكثير، لكن نكتفي بإنجازاته مع نادي الهلال ونذهب إلى إنجازاته مع المنتخب السوداني. أما مع المنتخب السوداني كان من أفضل لاعبي المنتخب وبدون منازع، حمل شارة الكابتنية شارة القيادة لمدة 5 سنوات، ولعب ما يقارب 59 مباراة، وهذا أكبر عدد للاعب كرة قدم سوداني يمثل المنتخب السوداني كعدد مباريات. واكتسح تشكيلة العرب في عدة مرات، وفاز مع المنتخب السوداني في بطولة شرق وسط أفريقيا سيكافا عام 2008، وكان نجم مباراة السودان وزامبيا، وهذا ليس بالأمر السهل. وتأهل مع المنتخب إلى نهاية أفريقيا بعد غياب دام 32 عام. والآن نأتي لأهم قصة في حياته، خروجه من نادي الهلال. وما هي الأسباب التي جعلته يخرج من نادي الهلال؟ أسباب كثيرة، ولكن السبب الأكبر هو السيد الأمين البرير الذي كان يتربع على عرش رئاسة نادي الهلال بسبب اختلافات، والجمهور قام بثورة كبيرة لعدم بقائه في نادي الهلال والذهاب إلى القريم التقليدي نادي المريخ السوداني الذي استمر معه موسمين، ثم انتقل إلى نادي الأهلي شندي عام 2014 ولعب معه موسم واعتزل كرة القدم نهائيا. ولكن لم تنتهي مسيرته الكروية، بل درب نادي الهلال والفلاح عطبرة والأهلي عطبرة والأهلي الخرطوم، وكانت مسيرته التدريبية ناجحة. ثم انتقل إلى التحليل الكروي في قنوات بين سبورت، ولكن إدارة نادي الهلال فعلت له تكريما لإنجازاته التي كانت مع الهلال، وهذه الإنجازات ليس بالسهل أن يفعلها أي لاعب كرة قدم سوداني، لهكذا كرمته وبصم مع نادي الهلال ووقع بشكل صوري، أي لا يلعب أي مباراة، بل تكريما له وأن يكون اعتزاله في نادي الهلال. وكانت هذه مبادرة جيدة من إدارة نادي الهلال ومن
فريق نادي الهلال، وكان هذا شيء جميل جدا. كانت هذه نهاية الحلقة، ما تنسى تعمل لي شير ولايك واشتراك، وده مهم جدا. كنت معكم مصطفى يوسف في قناة في المرمى جول. لو عجبتك الحلقة اضغط لايك وإن شاء الله تنال إعجابكم. لا يزول مشاهد حلقة فيصل العجب، شاهدها من هنا، حلقة فيصل العجب.